من ضمن التعليقات اللي جت على الفيديو اللي فات ان في حد كان بعت لي رساله بيقول لي هو انت نزلتي القاهره مخصوص عشان تكشفي وما فيش عندكم دكاتره في محافظه اسيوط؟ لا يا اختي، في كتير كتير قوي، بس انا اعوذ بالله من كلمه، انا عندي تضخم في الغده الدرقيه. طبعا هو التضخم مش كبير قوي، بس يعني التضخم ده بقاله كتير عندي، من يمكن حاجه و20 سنه، وفي نفس الوقت انا حاسه ان هو بدأ يزيد، بس مش برضو مش بالحجم الكبير يعني. تمام. بس احيانا بتخنق يعني، وانا نايمه كده بيجي لي خنقه، احيانا بحس بضيق تنفس. دلوقتي بحس بوجع في البلع، يعني في زوري في البلع، لما اجي ابلع احس بألم. فقررت كده ان انا خلاص اخد خطوة بقى واعملها. هتقولوا لي يعني من 20 او من اكتر من 20 سنة ولسه بتفكري تعمليها دلوقتي؟ لا، فكرت قبل كده، بس المشكلة ان انا عندي مشاكل تاني غير الغدة الدرقية، من ضمنها ان انا عندي هيموجلوبين 6. وهيموجلوبين 6 كل ما اروح لدكتور امراض الدم بيحولك بقى بيدخلك في متاهات. يعني مثلا زمان كان الدكاترة دكتور امراض الدم لما يكون عندك نقص في الهيموجلوبين خلاص اديكي حديد او شوية فيتامينات ومكملات غذائية، فخلاص الدنيا بتتظبط وبيتابع معاك. لكن دلوقتي بيدخلك بقى في مشاوير تاني ويقولك ايه، لا انا عايزة اعرف سبب انخفاض الهيموجلوبين عندك، فممكن يقولك اعملي المنظار، طب يحولك على دكتور بطنه، يحولك على دكتور البطنه يوديكي مستشفى كبد، يعني دخلك في مشاوير ومتاهات. هم بينفعوا بعضهم على فكره، هم بينفعوا بعض، يعني ده بيحولك على ده وده بيحولك على ده. اللي اكتشفته كده يا جماعه، لان انا حاولت ان اعمل العمليه دي من كذا سنه برضو، فشلت بسبب الموضوع بتاع الدكاتره دي، لانها مصالح. والله العظيم. حتى لما تروحي تعملي تحاليل بيحولك على تحليل معين، على معمل معين، يعني بيوديك معمل هو يكون عارفه. يعني طب يا دكتور انا هروح معمل، لا انت تروحي عند الدكتور فلان او المعمل الفلاني، ما تعرفيش بياخدوا نسب من بعض ولا بيجاملوا بعض على قفانا ولا المهم. فدي المشكلة الكبيرة بالنسبة لي، ان انا ما اقدرش اخش عمليات طبعا، ان لازم اقل حاجة عشان تدخلي اي عملية لازم يكون عندك يا اما 12 13، يعني من 12 ل 14 عند الستات، ومن 14 ل 16 عند الرجالة تقريبا كده. فالمهم ان انا رحت قبل كده اتعالجت برضو عند دكتور في اسيوط كبير، بدون ذكر اسماء يعني. فكتب لي علاج، زودني يا اولاد في اسبوع 3 كيلو، وانا اصلا وزني يعني مش قليل. يعني انا لو زدت 3 كيلو في اسبوع في خلال الفتره اللي هو حددها لي، وقال لي هتاخدي حوالي 8 شهور عشان نظبط الدم وتدخلي عمليات، يبقى ان شاء الله هيعوزوا ونش كده عشان يشيلوني بيه. فطبعا وقفت العلاج وبقيت ماشيه على حقن لمدة كام يوم كده، او لمدة اسبوعين، وبعد كده وقفتها برضو بسبب بعض الحاجات كده حصلت لي، مش حاجات مرضية، لا بسبب ان انا ما كنتش لاقيه مين يديني الحقن، احيانا ما بلاقيهاش يعني. المهم قررت بقى ان انا قلت بقى انا نفسي ربنا يكرمنا كده ونلاقي حاجة يعني تعالج الغدة من غير ما اشيلها، لان انا بصراحة عايزة اقابل ربنا من غير ما اشيل حاجة في جسمي، ده امنية حياتي يعني. فسبحان الله بالصدفة كده لقيت في دكتور في الشيخ زايد بيعمل عملية التردد الحراري، بيعمل عملية تردد حراري، ان هو بيكوي العقد اللي بتبقى جوه الغدة الدرقية بحيث ان هو ما يشيلهاش يعني. مع الوقت بتنكمش الغدة وبتتابع معاه. في ناس بتجيب الغدة العملية بتيجي معاها من اول مرة، وفي ناس بتيجي معاها من بعد شهر 2، في ناس لغاية 6 شهور. وبعد كده كل مرة بيقيسلك الحجم وبيشوف الانكماش قد ايه لغاية ما بتختفي خالص. مع ان انا لما رحت يعني عند الدكتور ده شفت الاعلانات اللي هو عاملها في العيادة، شفت صور الناس ما هياش مختفية قوي، يعني هي الغدة باينة برضو. المهم فانا قررت ان انا اروح بقى، قلت لا طالما في حاجة زي كده لا انا اروح وبلاش اشيل حاجة واعمل، وبدل محتاج دم وبتاع ولا نقل، لا دم ولا وجع دماغ. فانا اروح عند الدكتور ده
وحاجة كده من غير عملية ولا بتاع. فجه ابني كبير خدني ورحنا. والله يا ولاد عايزه اقول لكم المشوار اتكلفت، بس مشوار في المشوار ده حجزت الحجز عند الدكتور بدون ذكر اسماء 600 جنيه كشفه في الشيخ زايد. هو ليه فرع في التجمع وليه فرع في الشيخ زايد وفي تقريبا في مدينة في مصر الجديدة. المهم رحت عنده واتكلفت مواصلات بقى بالليلة كلها، يعني يوم واحد رحته حوالي 2700 جنيه بالكشف. رحت بقى، فانا استنينا دورنا وقعدنا بقى مستنيين الدكتور، المفروض ان هو بيجي الساعة 5، فاحنا رحنا الساعة 4، فقعدنا نستناه. فكنت انا رقم 3. فالمهم فضلنا قاعدين لغاية ما جت الساعة 5:10 أو 5:15، وراح متصل الدكتور، اتصل بالسكرتيرة اللي قاعدة وقال لها معلش أنا هتأخر ساعة فاعتذري للناس. فطبعا اعتذرت للناس، فيهم ناس مشيت وفي ناس قعدت من ضمنهم. أنا قلت يعني هي جت على ساعة، أنا كده كده همشي من عنده، هروح على طول، يعني هركب القطر على طول. ففضلت قاعدة ساعة أنا وابني الكبير. وبعد كده الساعة دي ابني قال لي ايه، تعالي يا ماما. انا كنت رقم 3، قلت يعني ان شاء الله اول ما يجي هنمشي، هنكشف وهنمشي على طول، مش هنطول. فقال لي تعالي ننزل نقعد في الكافيه شوية بدل ما نقعد ساعة هنا تاني، نقعد في الكافيه، خاصة ان هم كانوا مشغلين بقى التكييف في عز البرد يعني. المهم نزلنا بقى في المكان. عايزة اقول لكم المكان يعني ايه، حاجة فخمة يعني بجد، يعني من اول ما تدخلوا من الشارع نفسه معمول سيراميك كده، تحس ان انت ماشيه على ازاز. المهم السلم بقى حلزوني كده، حاجه مش شبهنا خالص. المهم رحنا، قلت له تعالى حتى نشرب شاي او نسكافيه او اي حاجه. كان بقالي كتير جدا، انا بقالي فتره يمكن داخله في 2 ما بشربش نسكافيه، لان الدكتور منعني منه. فنزلنا. اول ما قعدنا دخلنا، وعايزه اقول لكم ان هو شفتوا المكان اللي فيه الكافيه ده، شفتوا المنور يا بت انت وهي. الناس الشعبيين عارفين المنور اللي هي بتبقى بين العمارات، بيبقى فيه منور كبير كده شبه قد اكبر من الشقه، يعني وسع الشقه كده، بيبقى لوحديه كده، وبيبقى فيه المواسير بتاعت عزكم الله بتاعت الصرف الصحي. هو المكان ده شبه المنور، بس طبعا مش سيراميكينه بقى ومشيكينه ازاز وبتاع، وعاملين من تحت كوافيرات ومراكز مش عارفه للتجميل. المهم والكافيه نفسه مش محل، الكافيه عباره عن فاترينا، وواحده واقفه بتعمل ايه قهوه ومش عارفه ونسكافيه وحاجات زي كده وعصاير بس الباترينا مش محل. وعاملين العصاير في ازايز، هم عاملينها فريش يعني عاملينها بيتي، بس حاطين اسم الكافيه على الازازه وحياتك يا حبيبتي شبه ازازه الدواء كده صغيره. والله انا كنت جايبه تحصينات للكتاكيت بتاعتنا اكبر منها. المهم محمود قال لي شاف واحده الدنش ده يا ولاد اللي بيتباع في الافران بتاعت الفينو، والله الناس اللي شبهنا دي عارفينه. فالمهم هو قال ايه اجيب لك واحده، قلت له لا يا حبيبي، يعني عليها حاجه زي العسل كده وجوز هند. فقلت له لا انا مش عايزه، انا هات لي واحده نسكافيه. قال لي بلاش يا ماما عشان الدكتور منعك وكده، انا هجيب لك عصير. قلت له خلاص ماشي. راح يسال على الدنش عشان هو يجيب واحده، لان ما كناش فطرنا. فراح يجيب واحده، فلقينا ايه الدنش ده فبيقول لها بكام، قالت له بكام. تخيلوا ان احنا تخيلنا ان هم عشان في الشيخ زايد مثلا في المكان وبتاع هيقول لك احنا اقسم بالله بتتباع عندنا هنا ب5 جنيه، في القاهره عند بيت ابويا بتتباع ب8 جنيه. فهو قال لك مثلا هتجيب 20 جنيه 25 جنيه، فهو تخيل كده. تعرفوا قالت له بكام؟ 85 جنيه. اول ما جه بقول له انت ما جبتش ليه الدنش؟ قال لي انت عارفه طلع بكام يا ماما؟ قلت له بكام؟ قال لي ب85 جنيه. قلت له ايه ده لو هتعملها بشوال دقيق بكيس دقيق مش هتاخد 85 جنيه.
المهم راح قلت له امال انت جبت العصير ده بكام؟ قال لي بلاش اشربي وانت ساكته. قلت له لا والله لا اعرف بكام. راح مطلع لي فاتوره كده زي اللي بندفعها للنت والتليفونات، ولقيت مكتوب الازازتين عاملين 159 جنيه غير الضرايب. يعني هو احنا دفعنا حوالي 161 او 162 جنيه. ناس امينه بقى وناس بتاعت ربنا بتراعي ربنا فكاتبين بالظبط. المهم وانا قاعده قلت طب اشربها بالازازه يا ولاد؟ طب تقف في زوري الازازه وانا كده كده اصلا يعني باخد نفسي بالعافيه. طب مش لاقي حاجه اخدها مكان اللي تعوضني على المبلغ ده، يعني ده مش هتفش غليلي حتى. المهم هم حاطين لك بقى فوق الترابيزات منديلين، شفتوا اللي بننشف عليهم البطاطس؟ هم المناديل دي بس مطبقينها بشكل شياكه كده وحاطين منديلين بالظبط. رحت خدتهم، قال يعني هم دول اللي هيشفوا غليلي خدتهم. افتحهم الاقيهم منديلين. عايزه انزل اخش ولا ليه يا بت؟ ليه يا بت 85 جنيه اللي الدنشايه ده؟ احنا في الفرن عندنا ب5 جنيه. طيب ايه انتوا بتزوقوا الدنيا؟ الشيخ زايد دي مش شبهنا، مش بتاعتنا، مش يعني مش شبه المصريين اصلا. هي شبه الناس اللي لا مؤاخذه يعني الناس اللي هي ايه مش عايزه اغلط يا ولاد والله، شبه الناس اللي بيتسكوا على قفاهم، او الناس اللي هي ايه الناس الحراميه بقى. اصل عايزه اقول لكم على حاجه. وانا عند الدكتور معظم الناس اللي كانت قاعده بيحاولوا يمثلوا ان هم مودرن قوي وان هم هاي لايف. بس انا عارفه ان هم مش كده، يعني واضحين، واضح من شكلهم حتى طريقه الكلام طب يا جماعه انتوا ايه مكلفين نفسكم قوي كده ليه؟ يعني الحياه بسيطه مش مستاهله. فتلاقيهم ناس يعني شعبيين فربنا كرمهم. ونقلوا بقى قالوا لك لا احنا بقى نغير الحياه بتاعتنا ونعيش في الشيخ زايد. المهم بقى قعدت بقى من غيظي قاعده اكل في نفسي واقول يا ربي طب انا ايه اللي جابني هنا؟ المهم يا بنتي ما طولش عليك وقولي تنيلي طولي. دخلنا للدكتور جه وانا قاعده افرك واكل في نفسي على 185 جنيه. بعدين جه دوري ودخلت كشفت بقى يا بنتي، والدكتور عمل لي اشعه تلفزيونيه على الغده. وبعد كده قال لي ايه بصي يا مدام حضرتك منين؟ قلت له انا من محافظه اسيوط وجايه لحضرتك يعني. قال لي انت هتعوزي عمليه؟ قلت له تمام انا اكيد عارفه ان عايزه عمليه، ما انا كاشفه قبل كده. قال لي طيب في عمليه جراحيه وفي عمليه تردد حراري. قلت له لا انا مش عايزه عمليه جراحيه، انا جايه لحضرتك مخصوص لان عمليه جراحيه كنت عملتها في اسيوط، فانا عايزه اعمل تردد حراري. قال لي تمام دلوقتي. قلت له طب تمام ندخل في التفاصيل وفي التكاليف. قال لي دلوقتي هتعوزي العينه، ناخد منك عينه، واول ما هتطلع تاني يوم. طلعت ان شاء الله خير هنبعتلك تيجي تعمليها في نفس اليوم. تمام يا دكتور. قال لي العينه ب5000 جنيه. قلت مش مشكله 5000 جنيه يمكن العينه، مع ان عينه عندنا هنا مجانا اصلا. قلت يمكن ماشي عشان الشيخ زايد وبتاع، هي اي حاجه فيها شيخ عندنا في مصر هنا بتبقى فوق الخيال يعني، الشيخ زايد وشرم الشيخ. المشكله المهم بقى يا بنات رحت عملت قلت له تمام يا دكتور. قال لي والحقنه؟ قلت ما هي كلها العمليه هتتكلف 5000 جنيه. قعدنا نبص انا وبعض المحمود وقلنا ايه مش مشكله تتدبر. بصيت بعد كده لقيته بيقول لي والحقنه اللي هي بتاعت التردد ب60,000. 60,000. وبعد كده حضرتك ممكن بعد 6 شهور لو ما جابتش النتيجة هتاخدي حقنة تاني، يعني 120,000 و5000 جنيه، وال185 بتوع العصير قبل قبل 120,000، يعني 125,000. ليه يا دكتور؟ هو حد كان قالك ان انا بنت الدكتور يحيى كشك محافظ اسيوط؟ ده احنا غلابة قوي يا دكتور، الرحمة يا ولاد. فانتوا على فكرة محدش يتغر بموضوع التردد الحراري ده لان هو مكلف جدا. واللي انا شفته من الاعلانات اللي هو حاططها في العيادة ان الناس لسه الغدة باينة يعني في رقبتها باينة. انا حتى لما اتفاجئت لما هم بيوزعوا ورق كده بيبقى حاطينه على الترابيزات باينة يعني كأنها ما اتعملتش.